أبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ما في تقدير، ما فيش تقدير خالص. يعني ما تسمحوا لناش حتى نزعل شوية، يعني حتى ان احنا نقعد نزعل شوية. ما فيش فرصة للزعل، ما بتاخدوش فرصة تشمتوا فينا يا جدعان. قدروا الناس. طب فلوس الجحش الراجل اللي باع الجحش ده ما نفعتش؟ ما فادتكمش في حاجة؟ والله زعلتوني جامد قوي 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 قوي. يعني يوم وليلة انتوا بينكم وبين المركز الاول يعني حاجة، يعني في بينكم وبين بعض شيء. نبدأ الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انصر إخواننا وامدهم بمدد من عندك وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائك وأعداء الدين، اللهم آمين يا رب العالمين. قدرونا يا جماعة. يعني الواحد ساعات كده بيبقى عايز يخش كده في مكان يزعل شوية. ما تدوناش الفرصة دي ليه كده؟ النهاردة يا عيني نجون بين 3: عمر جابر وبن طايق وفتوح وونتوه ودي يا جدي وترك قبل المباراة بمفيش 5-6 دقايق. بس هل معنى ان الزمالك يخسر او يجي في هدف ان ما يتحسبش عليه فاول؟ يعني الكرة الأخيرة اللي اتعادت بتاع 3-4 مرات دي بتاعت زيزو، اللي الواد قعد مرمي كده، يعني كانت هجمة عليه ومرمي، يعني الواد طار، خبطه اتشقلب وطار. يعني انت يا حكم يا فاجر ما شفتهاش؟ ما تتحسبش فاول؟ ده المفروض فيها كارت يا اخي. اتقي الله وخلي عندك دم. طب بن طايق الغطس اللي عمله هو وسيف الدين الجزيري، مفيش حكم راجل يطلع كارت كده للتمثيل زي ما بتعملوا مع الاهلي. يعني ما شفناش من اول ما عرفوا انهم مش عارفين يجيبوا هدف في مودرن، كله عايز يعمل فاولات وعايز يعمل ضربات جزاء ومصطفى شلبي ودونجا وبتاع وتمثيل هنا وتمثيل هنا. ان راجل يطلع كارت اصفر؟ مفيش فيكم واحد راجل، مفيش راجل. طيب النهارده الجمهور شتم، مفيش بقى ايه، مفيش مواريه، الشتيمه مش ظاهره، لا كله واضح. النهارده جمهور الزمالك قال لك ايه؟ حكام اهلاويه عايزينها مسرحيه. حكام اهلاويه عايزينها مسرحيه، شمال يمين حكام معرفين. بس طبعا قالوها صح، شمال يمين حكام معرفين. يا طه يا عزت، يا طه يا عزت. دلوقتي انت عاقبت جمهور الزمالك بدل المرة 2 و3 ماليا، مع انه هو المفروض مرتين ماليا. ماشي، يعني دلوقتي المفروض ايقاف مباراتين ومنهم مباراة بيراميدز. والا تبقوا انتوا فعلا زي ما بيقولوا معرفين. ما هو كده، ما هو قال عليكم كده، قال لك شمال يمين حكام معرفين، حكام اهلاويه عايزينها مسرحيه. ده كلام واضح. اذا الكلام ده ما اتكتبش من المراقب ومن الحكم، واساسا هو في الشريط الاصلي، يعني الكلام ده في الشريط الاصلي، يعني سب علنا. يعني المفروض ان الزمالك بدون جمهور قدام بيراميدز. في واد اسمه شوقي السعيد يا جماعه، شوقي السعيد اللي هو كان بيتصور جنب الجاموسه وبتاع، وجاب خروف لما الاهلي فاز بالبطوله الافريقيه، لان هو كان عارف ان الاهلي مش هيفوز، وقال لك انا هجيب خروف وبتاع. هو بيتاجر في المواشي، مش عيب على فكره تجاره، يا ريت يعني، احنا دي حاجه عظيمه جدا يعني، بس هو مشهور بتجاره المواشي. رفع قضيه على نادي الزمالك عشان ليه 750,000 جنيه. قال لك انا ليا 750,000 جنيه ولاعبين كتير قوي اشتكوا نادي الزمالك وخدوا فلوسهم، وانا عايز حقي، وبعد كده بقى انا ممكن اتبرع بيهم لنادي الزمالك، بس ايه، اخدهم بس الاول. مسؤولين في نادي الزمالك قالوا مين الواد ده؟ مين شوقي السعيد ده؟ احنا ما نعرفوش. الواد ده اكيد عايز الشهرة، واحنا هنمسح بالتروتوار، هنشلوحه، هنحاكمه. يعني احنا دلوقتي هنقضيه عشان هو طلب بحقوقه. عرفت يا ده شوقي؟ عرفت يا ده النادي اللي انت بتشجعه؟ بيقول لك مين ده؟ مين الواد اللي اسمه شوقي السعيد؟ ده اكيد عيل
عايز شهرة. اخصى عليك اخصى عليك. الزمالك كان 17 نقطة، لو فاز النهاردة يبقى 20، عدى الاهلي 19. لا، تاني واقف على 17. مودرن سبورت الاخير انتقل قبل الاخير، قبل الجونة، على حساب الزمالك، جايب في الدوري كله 3 اهداف. وجمهوره بيقول لك الحكام مع عمرهم ما يبقوا محترمين زي جمهور الاهلي. عمرك ما تلاقي جمهور محترم زي جمهور الاهلي. شوفوا احنا اتغلبنا بفجور تحكيمي، يعني احنا كنا مع اسوأ حالاتنا لينا ضربة جزاء، لكن ما طلعناش قلنا التحكيم هو السبب. لكن دول متجاملين من التحكيم، لا فاول عايز يتحسب ولا غطس عايز ياخد انذار ولا اي نيلة، حكام فعلا زي ما بيقول عليهم، ومع ذلك طالعين يشتموا التحكيم. عمرك ما تلاقي جمهور محترم بقيمة جمهور النادي الاهلي، واللي ان شاء الله هيملى الاستاد في مباراة بيراميدز. ان شاء الله يملى الاستاد في مباراة بيراميدز اللي بنسبة كبيرة جدا جراتسيا هيبقى موجود هو ومصطفى العش. مصطفى العش اللي الزد دلوقتي مطلع بيان بيفتح المزاد ده، بيقول لك عيني عينك كده ان بعد العروض الكتيرة اللي جاية العش مش للبيع، بس احنا هندرس بقى العروض اللي جايه لنا للاعارات واكتر قيمه هنطلعه. بيدخلوك المزاد يا اهلي، بيدخلوك المزاد اللي انت بتفرق لعيبتك على اي نادي يطلع. فرق. يا ريت تعلم على اللي بيقف معاك. يعني مودرن سبورت طلع اجدع منهم لما اداك عمر كمال، قال لك ان الاهلي خيره علينا، واداك دول بقيقي بس واخدين منك 5-6 لعيبه من اول حارس المرمى، ومع ذلك لما جيت طلبت بيدخلك زيك زي الغريب. فبنسبه كبيره مصطفى العش زي ما قلت لكم الصبح في الفيديو بتاع العصر ده ان هيبقى اعاره، يعني هترسى في الاخر على اعاره خلال ال6 اشهر ده يحلها 1000 حلال، لان الاهلي هو اللي متكاسل. ما هو في مشاكل اداريه يا رب نحلها، وفي مشاكل فنيه كولر واللاعبين، يا رب يا عم كولر والنبي يا عم كولر، يعني يا ريت يعني ايه كل واحد في مكانه. يعني يا ريت تحترم عقليتنا وتحترم ذاتك، يعني تحترم ذاتك كمدرب، انك انت تحط كل لاعب في مكانه، ويا ريت اللعيبه تكون رجاله. شوفوا فاركو بيقول عليكم ايه، فاركو بيقول يعني المفروض المباراه الجايه بينكم وبين فاركو تعلموهم الادب اللي يهينك ويقل ادبه عليك. اذا انت ما علمتوش الادب يبقى انت اللي تستاهل الادب. كان في عزاء عامله النادي الاهلي لكابتن المرحوم ميمي الشربيني، فكانت في جلسه كده بين بيبو وبين سيد عبد الحفيظ، كانت في جلسه خاصه كده على جنب بين بيبو وسيد عبد الحفيظ. نتمنى يا كابتن بيبو ان دي تكون يعني بادرة خير، انك تعرف ان اللي قال لك الكلام ده او قال لك الوشاية ان سيد عبد الحفيظ بيحاول ياخد مكانك، ده بيكرهك وبيكره النادي الاهلي. نتمنى ان نفوق من الخراب اللي احنا عملناه في نفسينا، ده خراب انتوا عملتوا فينا، يعني اللي ألد الاعداء لينا ما يعرفوش يعملوه. خدتوا كل انسان مساهم في النجاح ورميتوه بره النادي، جبتوا لنا ناس تجربوا فيهم. ويا ريت ان الاجتماع ده يكون ليه معنى وليه مغزى، ويكون بادرة امل لعودة سيد عبد الحفيظ. مهم جدا جدا جدا، واول ثورة التصحيح هو عودة سيد عبد الحفيظ. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.